بص، لما الدنيا تسود والضغط بيزيد بنفتكر إن المطلوب مننا نبقى حديد، ما نحسش، نعدي وسط النار من غير ما نتلسع. بس الحقيقة القوة الحقيقية مش إنك تبقى ما بتحسش، القوة الحقيقية هي إنك تعرف تحتوي نفسك. يعني إيه تحتوي نفسك؟ يعني لما تجيب آخرك ما تهربش، ما تفتحش الموبايل عشان تنسى، وما تلومش نفسك عشان تعبت. الوجع مش عدوك، دي إشارة بتقولك فرمل شوية، انت شايل أكتر من طاقتك. القوة بقى بتبان مش وانت واقف زي الجبل في هدوء، بتبان وانت مهزوز، وانت خايف، وانت حاسس انك لوحدك في الزحمة دي كلها، ومع ذلك لسه ماسك ايد نفسك. وده الطبيعي، لان الضغط مش بس بيختبرك، ده كمان بيوريك معدن روحك، وبيكشف اللي جوه قلبك من قوة وصبر. زي الدهب ما بيبقاش دهب غالي الا لما يدخل النار مش جاية تحرقه، النار جاية تنظفه وتطلع احلى ما فيه. وانت كده بالظبط، الضغط ده مش جاي يكسرك، ده جاي يوريك انت تقدر على ايه فعلا. القوة بقى هي انك تقول لنفسك وسط الزحمة دي: حقك تنهج، حقك ترتاح، بس مش من حقك تسيب نفسك. التغيير مش بيحصل لما الضغط يروح، التغيير بيحصل لما تتعلم تمشي جوه الضغط ده بقلب هادي. واهم حاجة الرحمة، انك ترحم نفسك من فكرة انك لازم تبقى سوبرمان طول الوقت، مش لازم تنجز كل حاجة، مش لازم تبقى زي الفل دايما. ميزة الضغط انه بيبين معدنك الحقيقي، بيطلع الشخص اللي جواك اللي ما كنتش هتعرف قوته إلا لما الدنيا ضاقت عليك. اسأل نفسك بجد: أنا كنت قاسي على نفسي ولا كنت سند؟ حاولت أفهم وجعي ولا حاولت أكتمه؟ من الآخر، أنت مش محتاج الدنيا تهدى عشان ترتاح، أنت محتاج أنت تهدى عشان تعرف تعيش في أي ظرف. القوة مش إنك تبقى واقف زي الحيطة، القوة هي إنك تكون مرن كفاية عشان ما تتكسرش. هدي اللعب على نفسك شوية، استوعب تعبك، عشان لما الزحمة دي تروح تلاقي نفسك لسه واقف ومبسوط باللي انت عليه.